فرحة هستيرية من حسن الرداد عقب ولادة ابنه فادي. يا اختي ده انت ولا اول الناس اللي خلفت وحملت، ليه يعني بتداري ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا يا جماعة هنتكلم عن ايمي سمير غانم، واللي عجبت ناس كتير جدا لتصرفها، ان هي طول الحمل ما قالتش خالص على الحمل، وكمان اخفت خبر الحمل تماما لحد ما جه اليوم السابع وقال ان ايمي سمير غانم وضعت مولودها الاول من حسن الرداد. ألف ألف مبروك يا إيمي، ربنا يفرحك. طبعا مع إن الحزن اللي جوه الواحد من بعد فراق الأم والأب ما بيبقى موجود. واما بالنسبه للاسم فناس قالوا سميته فادي وناس قالوا سموه سمير. فحسن طبعا في ناس كتير قالوا ان خلاص حسن رداد سماه فادي. ربنا يحفظه يا رب ويفرح ايمي. طبعا ايمي عسوله قوي، واحسن حاجه بجد عجبت الواحد ان هي فعلا دار على شمعتك تقيل، لان هم يعني شافوا حاجه صعبه جدا. ولما كان اعلان رمضان وكان هم مع بعض، يعني دلال وسمير وكانوا مع بعض دايما في كل حاجه، فطبعا كانت عين جامده. اي نعم هم ما ماتوش وهم صغيرين، بس برضو يا جماعة يعني لما كانوا بصحة حلوة وفجأة كده الله أكبر، ربنا ما يكتبها على حد. والكورونا ساعتها اللي كانت ماشية، كان موقف صعب جدا. ربنا يغفر لهم ويرحمهم يا رب ويصبر إيمي ودنيا. أما بالنسبة بقى للتنمر اللي تعرضت له بنت دنيا سمير غانم، قايلة الجميلة، قالوا لها بقى شعرك مكتكت، شعرك مش عارفة ايه، شكلك مش حلو. ما شاء الله رامي رضوان ربنا يحميه ويحفظه يا رب. طلع ودافع عن بنته وقال أنا بنتي عجباني ومش مستني رأي حد فيكم، وكل واحد يخلي رأيه في نفسه. والناس اللي بتتنمر دي أو بتتريق دي بتتريق على خلقة ربنا. هم يقدروا يخلقوا دبانة، يقدروا يخلقوا هوا بس كده من اللي بنتنفسه. الناس اللي بتتكلم دي بتتسلى وخلاص. وطبعا كل واللي بيتكلموا ده الغيرانين من نجاح دنيا سمير غانم الجميلة العسولة لهفة. ربنا يحفظها ويحميها يا رب.